وشايفين بقى الحلاوه والجمال، مرتفعه وهشه ولونها جميل. هقول لكم ازاي تعملوا كيكه تكون هشه وخفيفه، وكل التريكات اللي تطلعها معاكم ناجحه، الطريقه الصح للتسويه، وتعملوا ايه علشان ما تهبطش منكم لما تطلع من الفرن. معايا 3 بيضات، اهم حاجه يكونوا درجه حراره المطبخ. عليهم بكوين من الفانيليا او معلقه صغيره من الفانيليا السايله. معايا كوبايه وربع من السكر، او تقدروا تستعملوا كوبايه بس واحده. اهم حاجه نستعمل الكوبايه في كل المكونات اللي احنا هنحطها، نفس الكوبايه. ادي كوبايه، وادي ربع كوبايه كمان. نص كوبايه من الحليب برضو بدرجه حراره المطبخ، وهضيف نص كوبايه من الزيت. نستعمل طبعا زيت يكون نوعه كويس عشان الطعم. هضرب المكونات دي كويس لمده ما تقلش عن 5 دقايق. هجيب بقى طبق عندي واحط فيه المكونات السائله. في الوقت ده انا مولعه الفرن، لازم يكون الفرن بتاعي دافي. بالنسبه بقى للمكونات الجافه، فهحتاج لكوبايتين من الدقيق. معايا اول كوبايه عليها معلقه كبيره من البيكنج باودر، واهم حاجه لازم ننخل الدقيق، ولو عرفتوا كمان تنخلوه مرتين هيبقى حلو جدا. ننخل اول كوبايه، واحط كده رشه ملح صغيره. هستخدم المضرب اليدوي كده بعد اول كوبايه بس، ادمج الدقيق بالمكونات السائله، مش هقلب كتير. مجرد بس كده ما اندمجت هضيف بقى الكوبايه التانية. في المرحله دي بعد ما هتقلبوا بالمضرب اليدوي هتلاقوا الخليط بقى تقيل معاكم، مش اللي هو قوام الكيك. وهقول لكم تعملوا ايه، والتركايه دي هي اللي هتظبط معايا القوام بتاع الكيكه وتخليها هشه. بس هقلب الاول. ده القوام ابتدى يبقى تقيل قوي، مش اللي هو بتاع الكيك خالص. بصوا، هضيف بقى ايه، ربع كوبايه من الميه المغليه، معاها معلقه صغيره، انا مش ماليه المعلقه قوي، من الخل. هو ده السر اللي بيخلي الكيكه تطلع هشه ومرتفعه وما تهبطش منك ابدا بعد ما تبرد. في الميه معاها الخل، واقلب على طول. اول ما هتقلبوا هتلاقوا القوام ابتدى يفك معاكم، ولون الكيكه كمان بقى افتح. اهم حاجه نقلب في اتجاه واحد لمده بس دقيقتين، مش اكتر من كده. وده هو القوام المظبوط، شايفين بالشكل ده، لا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي. هجيب بقى صينيه مقاس 28. انا بحب اعمل في الصواني الالومنيوم الكيك اكتر، وادهنها كويس بالزيت، وابطنها بالدقيق كمان. وخبط على الصينيه كده الصينيه ما فيهاش اي دقيق زياده. وننزل بقى بالكيك. طبعا ننزل اي زياده بالمعلقه. ندي كده للصينيه كام خبطه. هدخلها بقى الفرن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، بس ممنوع نفتح عليها علشان خاطر ما تهبطش معايا. عايزه اقول لكم على نصايح مهمه قوي تطلع معاكم الكيكه مظبوطه. هي اخدت 20 دقيقه بس، في اخر شويه قبل ما اطفي الفرن انا هديت الحراره شويه، وبعد كده قفلت الفرن خالص وسبتها في الفرن وهو متوارب حوالي 5 دقايق، وبعد كده طلعتها. دلوقتي انا بدرج الحراره عشان ما اطلعهاش مره واحده من الفرن السخن لحراره المطبخ فتاخد الصدمه وتهبط مني. فاهم حاجه، انتوا تدرجوا الحراره في الاخر وطلعوها بعد 5 دقايق كده والباب متوارب بتاع الفرن. وشايفين بقى ازاي مرتفعه وهشه ولسه سخنه. بصوا اكنها تورتايه. كيكه سهله جدا، عمري ما ازهق منها، وممكن اعملها كل يوم من كتر ما هي سهله وبسيطه. هشه وخفيفه جدا جدا، وسلام بقى جنب كوبايه الشاي.